سموحة يتقدم والزمالك يتعادل في شوط أول متكافئ. بلال يسجل أول أهدافه وهاني سعيد يصحح خطأه بهدف التعادل. كابتن علي، يعني الواضح أن أخطاء الزمالك الدفاعية ما زالت مستمرة. قبل الهدف مباشرة بدقائق كان في فرصة أكثر خطورة لصمويل أقوام، و يعني شوط متكافئ، ولكن الأخطاء الواضحة ما زالت مستمرة. هل ممكن سموحة يعني يستغل الحالة الدفاعية للزمالك، ولا الشوط الثاني هيمشي بشكل مختلف؟ هو طبعا نقدر نقول يا كابتن ما تقدرش تقول ان الزمالك الفوارق الفنية واضحة، مش واضحة في الملعب. يعني تحس انه الزمالك والسموحه الاداء زي بعض. هو شوط اول متكافئ قلنا متكافئ. لا يعني متكافئ، لكن حتى الاداء الفني مش موجود. يعني ما تقدرش تقول ان فرقه الزمالك هي الفرقه اللي بتنافس على بطوله، وان فرقه سموحه هي الفرقه اللي صاعده. لا، الاداء ايكوال، يعني حاجه بالعكس. جول زي ما شفنا الاخطاء، زي ما انت قلت يا كابتن طارق، الاخطاء موجوده. دي اول فرصه، وثلاث فرص لسموحه رغم امتلاك للزمالك الكوره، لكن ثلاث فرص لسموحه. وتشوف الهفوه بتاع طبعا غانم دي، شوف وقع واخدها الراجل وغز هاني سعيد، وبعدين لعبها صح 100% مع واحد عنده خبره كبيره زي احمد بلال، مصدر لها بطن رجله في الزاويه الشمال. فيعني واضح ان الاخطاء موجوده. خطأين من الطرفين كابتن، من الطرفين. ما واضح من الاول من الحته اللي عند ناحيه غانم. وبعدين هاني سعيد الراجل رقصه وغزله وخده في اتجاه زي ما بقول لك 1 ضد 1 هاني سعيد. عشان كده قلنا المره اللي فاتت يا كابتن طاهر، هاني سعيد ما ينفعش يلعب مساك، هو بيلعب ليبرو. في موقف 1 ضد 1 اهو شوف راح فين. راجل وداه مشوار ورجع هو خد الكوره، وبعدين بص ولعيب كويس على فكره، وباصص لاحمد بلال، ونجحوا الاثنين دول ان هم يروحوا بثلاث كور خطيره جدا لحطها 10 على 10. شوف فتح الله راح له الراجل لوحده بينالتي زي ما يكون بيشوط بينالتي. وبالتالي الاخطاء موجوده يا كابتن طاهر. اللي موجود كمان اللي احنا قلناه قبل الماتش ما يبدا، وسط الملعب بلا عقل وبلا فكر. كل كوره رمح، انا كاتب كده كر وفر. مفيش كوره بتتنقل صح، مفيش كوره بتتلعب مظبوط، كل واحد بيستلم الكوره بيجري بيها. فما فيش حد تحس انه مسيطر على وسط الملعب. نادي الزمالك مش مسيطر عدد، لكن مش فكر، مش باداء عالي، مش باداء راقي. كل واحد بيمسك الكوره، كل واحد بيمسك الكوره بيعمل اللي هو عايزه، اللي في دماغه. وعمل عجبته راح عاملها مره ثانيه، عايز يعملها مره ثانيه، هي عجبته الاولانيه دي عجبته، فالثانيه بقى عاوز ايه؟ يكررها ثاني. طب هنا هتستفيد منها ايه؟ العبره كله بسرعه الاداء والوصول لمرمى المنافس. لكن هنا الزمالك بيوصل مع بعد شوف برضه هنا ازدواجيه، واحد بيشوط والثاني مسدد رجله وعمرو زكي. ده مفيش تفاهم. ده طبعا لاعب وسط الملعب اللي هو عاشور الادهم مع عمرو زكي، وده الفاول. الزمالك لقى فاول قدام الصندوق جاب منه جول التعادل. غير كده اشك ان كان من خلال الاداء اللي احنا شايفينه انه كان ممكن جدا يجيب هدف. الكوره فاول، وفي واحده ثانيه ما شافهاش الحكم، طبعا جت في ايد بشير التبعي. الحكم بنالتي هيشوف كابتن جمال ده هيقول، كابتن جمال معانا هيقول. طبعا هيقول لك، لكن طبعا الزمالك لحق نفسه بفاول، لكن من خلال الاداء لا. كابتن فاروق، ما نقدرش نلوم سموحه في ظل المقاومات الفنيه وخبرته بدوري الاضواء اللي مقدمه، ده شيء اكثر من رائع. انما الزمالك في مواجهه فريق اقل من كل النواحي، وما زالت الاخطاء هي يعني استنساخ للاخطاء بلغه كره القدم. اللي حصل على الشمال هو على اليمين بنفس الشكل. ما هو الزمالك بيلعب بطريقه لا تناسب المباراه. يعني تشكيل الزمالك في الاداء او في النواحي التكتيكيه لا تناسب المباراه. الزمالك عايز يكسب، فعايز يكسب لازم يكسب من عمق الملعب، مش هيكسب من على الاطراف. النهارده وظفت شيكابالا جناح ايمن وحسين ياسر جناح ايسر، وقفلت على الطرفين، فاصبح الازدواجيه في الاداء. الجنب ده شيكابالا لما خد الكره الوحيده وعدى بيها من طرف الملعب لقلب الملعب خد الفاول، لكن طوال المباراه شيكابالا بيلعب الكره يمسكها يحطها ورا، او يعمل الشيب بول اللي محطوطه الكره العميقه في ال 18.
في مشكله مقابله نادي الزمالك. احنا بنتكلم، الكابتن علي اتكلم عن الناحيه الدفاعيه، لكن في مشكله اكبر من الناحيه الدفاعيه. انت مش هتدافع بس كنادي الزمالك، لازم تدافع وفي نفس الوقت تهاجم عشان تكسب. الزمالك ما عندوش المرونه الهجوميه والمسانده من نص الملعب للهجوم. هجوم الزمالك اثنين بيلعبوا زي بعض، يعني اثنين فتوات قاعدين يتخانقوا على الكوره، مفيش فكر، مفيش مرونه في الاداء، مفيش حركه، مفيش التنسيق مع بعض في الاداء، مفيش سويتشات بتتعمل في المباراه. الاثنين بينزلوا نص الملعب عايزين يمسكوا الكوره، مش وظيفتهم. واحنا لسه كنا بنتكلم قبل المباراه اللي اللعيب الوحيد اللي له وظيفه هو لعيبه نص الملعب، لكن المهاجمين شغلتهم ان هم يجيبوا اهداف ومحتاجين المسانده، يبقى لازم يلعبوا في الصندوق عشان يبقوا مؤثرين. ابو كونيه وعمرو زكي بينزلوا نص الملعب عشان يستلموا، هنا قللوا من كفاءه وقوه نادي الزمالك. الحاجه الثانيه، المشكله اللي موجوده في نادي الزمالك هي وسط ملعب نادي الزمالك. هل وسط ملعب نادي الزمالك اللي هو المحوري ده مؤثر في الاداء؟ انا بقول الفرقتين الاثنين الاربعه الارتكاز سواء في سموحه او في الزمالك غير مؤثرين في الاداء، بالعكس عاملين تعطيل لاداء الزمالك، ان كل كره بيمسكها بالعرض. سموحه لعب زي ما قال المدرب في اول 10 دقائق، بعد كده اللعيبه نسيت النواحي التكتيكيه والفكر اللي كان قايلهم المدرب، بقى شغل نمطي، شغل الحفاظ على الهدف لغايه ما جه فيهم هدف التعادل. لو لعبوا كده ما يقدروش يستحملوا هجوم الزمالك، وبالتالي لو الزمالك عمل المساحه الكبيره اللي عاملها فتح الله وهاني سعيد اللي ورا دي، هتعمل مشكله. لازم يقفلوا الملعب عشان هم عاملين مساحه، مدين حريه للمهاجم اللي مش عارف نيجيري او غاني واحمد بلال ان هم يتحركوا، فدي عامله مشكله جامده للاعيبه نادي الزمالك. عموما علشان ما نبقاش مكررين وبنعيد ونزيد اخطاء نادي الزمالك اللي واضحه امام الجميع وامام خبرائنا، زادت المشكله اليوم ان الطرفين فيهم مشاكل كبيره جدا، وان رؤساء الحربه لا تفاهم بينهم، عمرو زكي وابو كوني. بعد الفاصل هنعرف من الكابتن الشاذلي اللي مفروض بشكل واضح ومن نجومنا مطلوب من نادي الزمالك التغييرات اللي يجب ان تكون من البدائل، ازاي طريقه اللعب تتغير، ده هنعرفه بمزيدا من التفاصيل بعد الفاصل. هدفان لسموحه والزمالك في الشوط الاول، بلال يتقدم وهاني سعيد يتعادل، واللقاء يتأرجح بين الفريقين. كابتن شاذلي عشان ما نبقاش مكررين للمره الخامسه والسادسه، أيوة. مشاكل الزمالك واضحه وبتتاكد ما بين وقت واخر. مظبوط. خلينا نتكلم على ازاي فريق بحجم الزمالك يستطيع تصحيح اخطاء في 45 دقيقه و يتفوق في ظل الاوراق اللي موجوده والاوراق البديله خارج الملعب، وفي ظل ايضا كل الاخطاء اللي حضراتكم رصدتوها بشكل واضح. هو اولا نمره واحد انه لازم يغير ابو كونيه، تمام. يعني لازم يلاعب مثلا محمد ابراهيم مع عمرو زكي، لان احمد جعفر لو لعب جنب عمرو زكي ما فيش تفاهم والستايل واحد مش هيبقى فيه حاجه كويسه. لكن محمد ابراهيم لعيب ناشئ عنده خبره، مهارته عاليه جدا، وبالتالي ممكن يساعد عمرو زكي كويس جدا، ويساعد نص الملعب لما ينزل يلعب مع نص الملعب. ده تغيير. الناحيه الثانيه لازم الاعب علاء علي يا ناحيه اليمين يا ناحيه الشمال، يعني مكان يا شيكابالا يا حسين ياسر. مظبوط. يا ما كان شيكابالا يا ما كان حسين ياسر. حسين ياسر شكله هو الافضل في الخمسه الاولى اللي يبقى ما كانش شيكابالا ناحيه اليمين. لازم اضحي، لازم تضحيات، لازم الحلول بتيجي بتغيير افراد. زي ما قلنا المباراه اللي فاتت لما اتغير شيكابالا بقى اتفتح الملعب وبقى سهل بالنسبه لنادي الزمالك. النهارده انا بسهل لفريق سموحه ان انا بلاعب شيكابالا ناحيه اليمين ثابت، اللي بيتحرك حسين ياسر بيخش على جوه بينزل يعني ليه بيتحرك كويس جدا، وبالتالي الرقابه عليه نسبيا. لكن انا بقول ان لو استفدت يعني من في تغييرين لازم علاء علي ومحمد ابراهيم. كابتن علي، سموحه اللي بيقدم عرض متوازن وفي الحقيقه ما نقدرش نطلب اكتر من كده منه، ايه اللي يعمله لكي يحافظ على التعادل؟ يحافظ على التعادل؟ بالعكس هو ممكن يخطف، لانه لو لاعب اللعيب الافريقي عشان يتصيد الخطا اللي بين هاني سعيد وبين فتح الله ان هم ما هماش في احسن حالاتهم ومعاه بلال في خبره، يقدروا يخطفوا. يعني يقدر، لانه عنده سرعه، عنده حتى في الجنب بياخد الكور العاليه من فتح الله، وبالتالي هو يقدر يحضر نفسه يدافع، لكن يحضر نفسه الهجمه زي الهجمات اللي شفناها في الشوط الاول. تمام. كابتن فاروق، كابتن علي قال سموحه ممكن يخطف، هل ده وارد؟ في الشوط الثاني تحديدا الكوره فيها كل شيء. سموحه ما يلعبش عشان يتعادل، لو لعب عشان يتعادل هيخسر.
يعني لازم يلعب ويلعب عشان يحافظ على التعادل. يحافظ على التعادل. هيخسر، ما هو ما لعب عشان يحافظ على المكسب اتعادل، فهيلعب عشان يلعب عشان يحافظ على التعادل لازم تهجم. ما فيش الدفاع لوحده ما بيكسبش، فلازم تعمل توازن بين الدفاع والهجوم. لازم تدافع بشكل جيد وتهاجم بشكل جيد عشان تكسب. سموحه عنده مشكله وهي الكرات الثابته، الفاولات الكتير اللي عليه هتعمل له مشاكل. يعني لازم هنشوف الفاول، ادي اول هدف. هنشوف الفاول لو لعيبه الزمالك استثمرت، عايزين واحد مهاري يكون موجود في قلب الملعب. لو لعيب مهاري موجود في هجوم الزمالك او في وسط ملعب الزمالك في قلب الملعب هيعمل مشكله وياخد فاولات، ان لعيبه سموحه معنويا اكتر من فنيا، فده اللي مأثر على اداء سموحه. وبالرغم ان سموحه وصل في مراحل كتير ان هو بقى ند كبير لنادي الزمالك، سموحه بيأدي بشكل فيه شيء من التوازن، لكن لعيبه الزمالك سموحه على فكره فرصه اكتر، جاب هدف وعنده فرصه. الزمالك راح بالفاول بس. اللعيبه بدات من بدايه المباراه في انضباط وتنظيم في الاداء، وكانوا بيأدوا بشكل كويس. لو لعبوا الشوط الثاني مدافعين هيدفعوا الثمن. عموما الزمالك يلحق بالتعادل في الشوط الاول، فماذا يفعل في الثاني؟ الى ملعب المباراه.